بتلعب فلامينجو على الماتش التالت والرابع في كأس العالم، تكسب تاخد البرونزية التالتة على التوالي، تبقى متقدم 2-1 وتعمل مباراة كبيرة وتروح بكور كتيرة وانفرادات. محمد شريف يضيع انفراد، تجيلك ضربة جزاء تضيعها، وبسبب رعونة وبسبب استسهال من اللعيبة على حبة أنانية على حبة فقدان للتركيز كالعادة في آخر الدقايق المباراة تتقلب عليك وطرد وبتاع، وتخسر 4-2 بعد ما كنت 2-1، بتخسر 4-2 وبتخسر البرونزية اللي كانت التالتة على التوالي ساعتها. بعد كده بتروح تلعب في نص نهائي كأس العالم السنة اللي بعدها مع فلومينينسي، وبتعمل مباراة كبيرة، مباراة كبيرة قوي، وبتضيع فرص كتير قوي من الشحات ومن كهربا ومن بيرستاو، بتضيع فرص كتيرة، وبسبب برضو الأنانية والرعونة وكل حاجة سيئة بتخسر المباراة وبتودع برضو. وبعد كده بتروح في السنة اللي بعدها بتلعب انتر كونتيننتال، بتلعب مع باتشوكا في ماتش، تكسب، تصعد نهائي الانتر كونتيننتال، وتلعب ريال مدريد في مباراة أي حد بيحلم بيها. وعلشان برضو نفس المشكلة وعلشان كل حاجة بتضيع فرص سهلة وبتروح ضربات الجزاء فبتخدمك، فانت مصر ان انت تضيعها بسبب ان اللعيبة بتدور على الشو، واللعيبة مش في تركيزها، واللعيبة مش مقدرة قيمة الجمهور. واخيرا بتلعب قصاد انتر ميامي، على الورق وواقعيا وكل حاجة هو اسهل فريق في المجموعة وفي افتتاح البطولة، بطولة تاريخية. وبناء عليه برضو ان انت بتضيع كمية فرص كبيرة جدا من لعيبة انانية، من لعيبة عايز تاخد الشو لوحدها، وطول ما انت عايز تعمل كده عمرك ما هتنجح فيه. في الحقيقة انا زهقت من كل السيناريوهات اللي انا عشتها مع الاهلي في البطولة ديت بالذات. انا ولا عارف اوصل نهائي، ولا عارف ان انا استغل الفرص اللي بتجيلي 100,000 مرة. يعني انا قاعد طول الشوط التاني انا عارف ان هيخش فينا جون، ولولا الشناوي كان هيخش جون واتنين، وخلاص ما بقتش مستني اي حاجة. يعني لو هناخدها خطوة خطوة، انا مفيش كورة مضايقاني اكتر من كورة حسين الشحات. حسين الشحات بالمناسبة قبلها بكام يوم كان طالع في لقاء وبيتكلم ان هو المذيع بيسأله كده، بيقول له هو انت ممكن تمشي تسيب الاهلي؟ بيقول له بصراحة انا عايز ارتاح، فلو جه عرض تمام، وانا تعبت من الضغوطات وبتاع، نفس الكلام اللي قاله اكرم توفيق برضو. آه وخلاص ان هم لعيبة مش قادرة ومش قادرة تستحمل الضغوطات وبتاع. بس كرة زي بتاعت امبارح ديت يا حسين، يعني كل اللعيبة زي ما قلنا هي بتفكر في نفسها وبس. الكرة بتاعت امبارح ديت كان عندك 100,000 اختيار. والفكرة ان في ناس دايما تقول لك ايه يا عم عادي، يعني كله بيضيع. انا ما عنديش مشكلة ان كله يضيع، بس العيب لما تيجي من لاعب عنده خبرات، ولاعب المفروض ان هو من اساطير الجيل الذهبي اللي احنا فيه دوت. آه تريزيجيه وكلامي فيه يعني، حاسس ان شات فيها تبقى مجروحة. تريزيجيه من اكتر اللعيبة اللي انا حبيتها في الاهلي. وتريزيجيه لما الاهلي تعاقد معانا ما صدقتش، ومن كام يوم كتبت بوست ان انا مستني منه كتير، وان انا بالنسبه لي مع احترامي لبن رمضان والزيزو وبن شرقي واي صفقه جبناها، بس انا مستني من تريزيجيه كتير جدا، وحاسس ان تريزيجيه ده هو اللي هيقلب الدنيا كلها، له مقوماته وكل حاجه. واتكلمت قد ايه ان تريزيجيه من الجيل الذهبي بتاع الاهلي، وطلع واتربى مع ابو تريكه واتربى مع الناس ديت، وان هو اما رجع ولعب ماتش باتشوكا وكده، انا شايف ده في روح الاهلي، في كابتن من كباتن الاهلي. فما ينفعش كابتن من كباتن الاهلي ان هو يعمل كده، حتى لو كانت دخلت ما ينفعش. ما ينفعش كل اللعيبه كانت بتدور، او مش كلهم، معظمهم كانوا بيدوروا ان هم انا عايز انا اللي يتكتب اسمي ان انا اللي جبت اول جون في كاس العالم. طب ما هو انت لو مثلا عادي، على فكره زيزو كان ممكن يضيعها، وسام كان ممكن يضيعها، احنا ما عندناش مشكله، ما بتكلمش في كده. ولو كان تريزيجيه هو اللي متصنف مركز اول في ضربات الجزاء، وزيزو ووسام هم اللي راحوا ان هم عايزين هم اللي يشوطوها، برضو كنت هطلع الوم عليهم، لان خلاص في يعني ناس في ترتيب. فان هي تيجي من تريزيجيه، مم، موضوع يضايق. فكره تريزيجيه ان انت حسبتها غلط خالص، ودي اول بدايه ليك مع الجمهور، ما تعملش اي حاجه للاهلي. فتريزيجيه انا من اللعيبه اللي بحبها جدا ومستني منه كتير جدا، بس اللقطه دي وحشه، اللقطه دي وحشه قوي. حتى لو كانت دخلت اللقطه ديت وحشه قوي.
ومش القائد بتاع الاهلي هو اللي يعمل كده. يعني مش كابتن من كباتن الفريق هو اللي يعمل حركة زي كده. آه كنت بعد الماتش قعدت افكر كده في حوار سيد عبد الحفيظ، وان بقى الفرقه دلوقتي بقى فيها نجوم كتير، وسيد عبد الحفيظ ومش سيد عبد الحفيظ، بس قلت ايه استنى لغايه لما اشوف بكره هيعملوا ايه. كابتن محمد يوسف وكابتن عماد النحاس هيعملوا ايه بقى، في قرار هينزل، لازم قرار ينزل. لان لازم، وده اللي على فكره لو جينا بقى بصينا لها بطريقه تانية، ده في مصلحتنا على فكره. ان قائد من قادات الفريق غلط غلطه زي كده وما حسبهاش صح، و... واللي هو اتعامل بطريقه مش اصح حاجه، فانسب رد علشان احكم الفرقه ديت بكل النجوم اللي كانت فيها وكل الكلام اللي كنا بنقوله في كل الايام اللي فاتت بتاع الفرقه بقى فيها نجوم كتير ولازم نسيطر على اوضه اللبس وكده. افضل طريقه انك توقع عقوبه على تريزيجيه، عقوبه وهو تعلنها، الاهم انك تعلنها. شايف ان دي حاجه مهمه جدا، وان انت تكون بتعلن عقوبه على قائد الفريق، فديت حاجه كبيره، وتدي انذار لكل اللعيبه اللي موجوده في الفرقه، مفيش حد اكبر من الاهلي ده كده كده. ده كان بالنسبه للي حصل. نيجي بقى لريبيرو. اول ما شفت التشكيله اتضايقت جدا. آه رجعت الاهم اسمه ايه، كولر، والدفاع بقى وايه اللي احنا بنعمله ده، وانا رحت جبت كل وينجات افريقيا عشان في الاخر العب بامام وينج. بس نشوف النتيجه. النتيجه كانت في الشوط الاول كويسه، ما كانش عندي مشكله، مش نتيجه اللي هو اهداف وكده، لا نتيجه لعيبه عناصر ماشي، يعني ما اتضايقتش. تمام. حاولنا وعملنا جيم كويس. بس الفكره كلها ان في حاجات اللي هو مش طبيعي. يعني لو انت شايف ان طاهر وحسين الشحات وقفشه احسن من بن شرقي في مباراه زي ديت في المساحات اللي ورا، اللي هي ديت اصلا ميزه اشرف بن شرقي، فلو انت شايف كده فيبقى انت ولا درست الاهلي كويس، ولا درست اللعيبه اللي عندك كويس في الايام اللي فاتت. ولو التبديلات دي جت بناء على قرار كابتن عماد النحاس، فده بيقول ان انت كمدرب شخصيتك مش اصح حاجه برضو. ففي الحالتين انا الموضوع مضايقني جدا. لو ماتش زي دوت، ماتش مهم، ماتش تاريخي، مش ماتش بثلاث نقط خلاص، ماتش تاريخي، ماتش يأهلك. ف موضوع صعب جدا ويضايق، ومش عارف، بس يعني مش عارف اقول ايه. قلقان، قلقان جدا والله، وزعلان لدرجة كبيرة، يمكن زعلان اكتر من ماتش باتشوكا، تخيل بقى. ف ممكن اللي انا اقول ان انا كان عندي حارس حاسس بقيمة الموقف اللي هو فيه، وحارس فعلا ذكر. عندي قلب دفاع اسمه ياسر ابراهيم بيحاول باقصى امكانيه ليه. وعندي لاعب زي مروان عطيه، اللاعب ده اللي نفسي ان احنا نوظفه قدام. لاعب اللي هو لاعب كويس والله، لاعب مروان عطيه ده لاعب كويس جدا، بس نفسي مدرب يهتم بيه والله، يعني نفسي مدرب يهتم بيه ويطلعه من حته ستة ويخليه يلعب تمانية شويه، ويديله الجرأة. لان مروان عطيه لما كان جاي من الاتحاد، مروان عطيه كان بيلعب اصلا تمانية. ومروان عطية لما بيلعب مع الأهلي وبيفكر إن هو يبص قدام وياخد حرية سنة ويلعب كور لقدام، اللي هو بيجيله جراءة، بيعمل حاجة. فحاسس إن إحنا حاصرينه في مكان ستة، ورغم كده هو بيأدي فيها كويس جدا. وعايز بقول حاجة أخيرة، إن بالرمضان أنا عن نفسي، بالرمضان آخر مباراة لعبها مع فريقه السابق كانت يوم 20/4، فأنت بتتكلم في سكة 55 يوم بالرمضان ما بيلعبش. رمضان لعب ماتش باتشوكا شبه كله يعتبر، بالرمضان نزل اول مباراه ليه اساسي، وبعد ما امام خرج بالرمضان اتوظف توظيف تاني، وبالرمضان اداني ايحاء وانطباع كويس جدا ان هو لاعب كتمركزات فهو كويس جدا، ان هو لاعب كمهاره فهي موجوده عنده، لاعب بيعمل سكان بعينه كويس جدا، رؤيته حلوه، تمريراته كويسه، ليه تسديدات ولسه. فان هو يبقى جاي بعد كل الايام اللي عدت ديت، كل الشهور ديت، ويلعب لاول مره ويظهر بالاداء ده يخليني عندي انطباع ان بالرمضان هيقدر يدي حاجه للاهلي كبيره، وبالرمضان هيكون فارق مع الاهلي في الفتره اللي جايه في الدوري وفي افريقيا، عن كل نص الملعب اللي موجوده، اذا كان في الاهلي، اذا كان في الدوري المصري، اذا كان في افريقيا كلها.
بس اتمنى ان هو يفضل كده ويطور من نفسه. ده الكلام اللي كان موجود على الماتش. مش هتكلم في حاجة اكتر من كده. اتمنى ان الموضوع يخدمنا وبورتو وبالميراس يا يتعادلوا يا بورتو يكسب. فانت لما ان شاء الله تكسب بالميراس الماتش الجاي، ان شاء الله يبقى عندك امل كبير جدا انت تصعد. ولو دوت ما حصلش، فكالعادة هحس او خلاص بقيت متيقن ان البطولة ديت هي حاجة صعبة جدا، حاجة اللي هو مستحيل نكمل فيها. رغم ان اكتر حاجة بتزعل البني ادم ان هو اتعشم. وانا اتعشمت كتير قوي في البطولة دي، اتعشمت كتير قوي قوي قوي.